السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتعلم مع بعض طريقة عمل الكيكة بالمكونات والمقادير المظبوطة. هنبدأ ونقول بسم الله. دلوقتي أنا كنت بوريكم اهو مكونات الكيكة والمقادير بتاعتها. أول حاجة معانا كوبايتين دقيق وكوباية سكر وكوباية من اللبن ونص كوباية زيت، ونحط على كوباية الزيت معلقة سمنة وكيس بيكنج باودر وثلاث بيضات. وضروري نعمل حجم المكونات بتاعتنا كلها في نفس الكوباية، زي ما انتم شايفين كده نفس حجم الكوبايات كلها تبقى واحد، علشان المقادير بتاعتنا كلها تطلع معانا مظبوطة. ما ينفعش نعمل كوباية كبيرة وكوباية صغيرة. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما شفنا مع بعض المقادير، هروح وابدأ انخل في الدقيق. نخل الدقيق ده مهم اوي في عمايل الكيكة، وما تنخلهوش مرة واحدة، تنخليه مرتين وتلاتة. كل ما تنخليه اكتر الكيكة بتطلع ناجحة معاكي اكتر، لان نخل الدقيق بيساعد في نعومته وبيدوم معاكي بسهولة وبيعمل فراغات في الكيكة. ودلوقتي كنت بنخل كوبايتين الدقيق اللي معايا اهو زي ما احنا شايفين. واتمنى منكم يا حبايبي تكملوا معايا الفيديو للاخر، وما تنسوش الاشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد، وتفعيل زر الجرس واللايك والتعليق. ودلوقتي برضو كنت بنخل كيس البيكنج باودر اللي معايا، بحب انخله عشان ما يكونش فيه معايا اي حاجة فيها تكتلات. ودلوقتي هتجيب رشة ملح بسيطة كده بين صوابعك وتحطيها على الدقيق والبيكنج باودر. ودلوقتي هنروح نجهز مع بعض المكونات السائلة. اول حاجة ببدأ احطها في الدورة الثلاث بيضات اللي معايا، وبعدين بحط عليها رشة من الفانيليا عشان تشيل ريحة الزفارة من البيض. ودلوقتي بضيف عليهم كوباية اللبن اهو. نضيف كوباية اللبن كلها زي ما احنا شايفين بالطريقة دي. وبعدين هجيب برضو كوباية السكر واضيفها، وبعدها نص كوباية الزيت وعليها معلقة من السمنة. نص معلقة السمنة دي يا جماعة بتفرق جدا في طعم الكيكة، بتعمل لها طعم حلو قوي. شايفين هاي يا حبايبي معلقة السمنة حطها جوه كوباية الزيت. ودلوقتي هنروح مع بعض نضرب المكونات دي كلها في الخلاط كويس لحد ما يندمجوا مع بعض ويدوبوا على الآخر. ودلوقتي يا حبايبي كنت ضربت المكونات السائلة بتاعتي كلها اهي. ودلوقتي هروح أبدأ أضيفها على الدقيق اللي نخلناه مع بعض والبيكنج باودر. هتضيفيها بالطريقة دي كده زي ما احنا شايفين واحدة واحدة، ما تحطهاش كلها مرة واحدة على الدقيق عشان ما يتكتلش منك. ونفضل كده نقلب فيها في نفس الاتجاه واحدة واحدة زي ما احنا شايفين بالطريقة دي يا جماعة. ودلوقتي كنت فضيت الكمية اللي معايا كلها، ونفضل مستمرين في التقليب كده في نفس الاتجاه لحد ما الدقيق يدوب معانا على الآخر. وهنفضل يا حبايبي نلم في الدقيق كده من البولة كلها لحد ما نخليه يدايب معانا على الآخر. الدقيق هياخد معاكي شوية وقت لحد ما يدوب، بس هنفضل نستمر في التقليب عشان الكيكة ما يبقاش فيها اي تكتلات معانا لحد ما توصل للشكل اللي احنا شايفينه ده. شايفين شكلها بقى جميل قوي ازاي، وقوامها بقت سايلة معانا خالص اهي. وهنجيب صينية مناسبة للكيكة ونحط فيها شوية صغيرين من الزيت ونبدأ نوزعهم كده في الصينية كلها. ودلوقتي هنضيف الكيكة اللي معانا في الصينية بالطريقة اللي احنا شايفينها دي، ونفضي الكمية اللي معانا كلها في الصينية بطريقة متساوية كده، ما نخليهاش عالية من ناحية وواطية من ناحية، علشان كلها تطلع هشة معاكي ومتساوية زي ما احنا شايفين كده. انا بوزعها في الصينية كلها اهو. كملي معايا الفيديو للاخر وشوفي شكلها النهائي، هيعجبك قوي. الكيكة دي بتبقى جميلة قوي في البيت والاطفال بيحبوها، وكمان تقدري تسيبيها عندك في التلاجة يومين وتلاتة عادي. شايفين يا جماعة الخطوة دي مهمة قوي. بعد ما تفضي الكمية اللي معاكي كلها في الصينية، هتمسكي الصينية كده وتدبيها في الأرض يمين وشمال أو على الرخامة بتاعتك. شايفين كل ما تخبطي الصينية وتلفيها هتتظبط معاكي وتتفرد كلها وتبقى متساوية، وبتعمل حاجات كده زي الفقاقيع اهي. دي بتخلي فيها فراغات وبتخليها هشة على الآخر. وأنا كنت في الوقت ده مولعة الفرن من حوالي 5 دقايق
وهنحط الشبكة بتاعتنا بتاعة الفرن في الرف اللي في النص، وما تبدأيش تفتحي على الكيكة خالص غير بعد نص ساعة علشان ما تهبطش منك. تشوفي انت حطاها في الفرن من قد ايه وتحسبي تبدأي تفتحي عليها بعد نص ساعة بالظبط. ودلوقتي كان عدى عليها نص ساعة اهو، فتحت الفرن عليها ببدأ اختبرها. تجيبي سكينة كده او شوش طاووق وتبدأي تغرزيها فيها كده زي ما احنا شايفين من الطرف ومن النص علشان تتأكدي ان هي استوت. لو طلعت معاكي السكينة نضيفة كده ما فيهاش اي عجينة تبقى استوت، ونبدأ في الوقت ده نقفل عليها. ودلوقتي الكيكة يا حبايبي كانت جاهزة معايا اهو، شايفين طالعة ناجحة معايا ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، طالعة هشة وطرية واسفنجية وجميلة جدا. اعملي المقادير زي ما قلتلك عليها كده وامشي على الخطوات دي بالظبط وهتطلع معاكي بالشكل الجميل ده. شايفين لونها من فوق ومن تحت حلوة قوي وطرية في ايدي خالص ومش بتتفتون مني وتاخد وتدي. كانت تحفة قوي بجد وريحتها جميلة قوي في الشقة كلها. وزي ما قلتلك يا حبايبي الفرن ما يتفتحش عليها غير بعد نص ساعة عشان ما تهبطش منك. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واحب اعرف ايه رأيكم في تعليق، وما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد بنزله. واتمنى تفتكروني بلايك وتعليق حلو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.